صباح الخير. كنت بتكلم مع حد الصبح كده، الدروس المستفاده. مديرك هو عميلك، اعتبره عميلك. يعني ايه؟ لما تيجي تتكلم معاه بيع له. اولا العميل لازم يطلع مبسوط، ما تدخلش معاه في مناقشات حاده وما تدخلش معاه في عند. فناخد 3 نقاط رئيسيه. اول نقطه ان انت اما بتتعامل راجل فهو عنده هرمونات البريدجستون، فانت لازم تتعامل مع هرمونات البريدجستون بلس ان هو راجل، بلس ان هو مدير، انا اسف. ولو هي واحده ست المديره فعندها هرمونات الهيدروجين، فتعامل معاها مع الهرمونات وتعامل مع الايه ان هي مديره. فما ندخلش في صراعات جانبيه. ولما تيجي تتكلم مع المدير ما توقفش في وشه، ايه، تقف في جنبه. يعني خليك جنبه كده، ما تخليش فيس تو فيس، عشان دي حاجه سايكولوجي هتتعبك. النقطه الاخيره، لما نيجي نبيع البيعه اعتبره عميل. العميل ده عايز ايه؟ عايز يشتري القرار او الحاجه اللي انت بتبيعها له، اللي هو القرار او الحاجه اللي انت عايز تشتغلها صح. فلما تيجي تعرضها خد من اداره المخاطر المؤسسيه، اعرض له الامباكت، ما تقولوش صح وغلط، انت غلطان انا وانت، لا، قول له يا باشا فلوس ممكن نخسر كذا او نكسب كذا. دي كوانتيتيف فاكتور. كواليتيف فاكتور قول له يا باشا السمعه، سمعتنا في الشركه، سمعتنا في الاداره، هي الراجل هيهزقنا، استدامه ماليه وتشغيليه، مخاطر ليها علاقه ببيئه العمل وسلوك العمل لما يبقى منظرنا وحش في الشركه. فبيعها له بحاجه هو يشتريها، مش انت تمشي رايك او هو يمشي رايه.